بنشوف وحش ميت وازازة دم فاضية، وتيان بقى قوي جدا وشعره طول وعينه لونها بقى احمر، وبنشوف قوته الجبارة اللي ظهرت لأعلى السماء، وبيقول ان دي قوة نخبة المحاربين القتاليين الحقيقية. لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكاية تيان انصحك تروح تشوفها علشان تفهم كل حاجة. وعايز اقول لكم اننا لو وصلنا 7000 مشترك بعد الفيديو ده انزل لكم الجزء الرابع، وهيكون طويل زي الفيديو ده، ويوصل الفيديو ده 2000 لايك علشان اعرف انكم بتحبوا الحكاية وهكمل فيها. ويلا بينا نبدأ وبنكمل بقى الحكاية. وتيان بيقول لها اختي وبيبص لها، والبنت الغريبة بتقول هو بيكلمني انا، وبيقول تيان من جواه لا اكيد دي مش اختي، مستحيل اختي تكون في المكان ده، وبيبص لها بعينه وبينصدم من اللي شافه. مستحيل، دي عندها قوة جبارة من حيث كل حاجة، قوة السيف متوسطة المستوى. وبتقول له صاحبتها انت مين دي اللي بتناديها باختك؟ انت فعلا شجاع بالنسبة لشخص جامع للزبالة. فبيرد وبيقول لها جامع للزبالة؟ مين انت بتقولي ايه؟ انا فاكر اني استحميت قبل ما اجي. وبتقول لها البنت الغريبة بتطلع على الكلام في الحاجات اللي مش حقيقية. فبترد شيا وبتقول لها ما كنتش قصدي، سبت لساني حبتين. وبتهمس لها وبتقول لها قولي له اقعد ثم اعمليه كده. فبتعتذر له وبتمشي البنت الغريبة، وبتقول له شياو انها رايحة الجناح القتالي، ايه رايك تيجي انت كمان معانا؟ والصدفة ان البنت الغريبة هي قائدة الجناح القتالي. وبتقول له شياو انا غلطت في حقك دقيقتين، وعشان كده عايز ارد لك اللي قلته ليك، وده كعربون لاعتذاري. وبينصدم تيان من اللي قالته وبيقول لها تضاعفي السعر؟ فبتقول له ايوه زي ما انت سمعت. وبعد كده بيروح لمحل وبيقول واو جميع المعدات اللي هنا ليها ثمن كبير، المحل ده فعلا يستحق سمعة كونه اكبر المحلات في السوق السوداء. وبعد كده بيكون قاعد وبتحسب البنت كل اللي معاه، وبتقول جلد وقرون الوحش 2 4 6 7. لديك هنا معدات ما تساوي 200,000 تقريبا، وفي حال لو ضعفنا السعر فهيكون الإجمالي 400,000 قطعة ذهبية. وعلى ناحية تانية تيان بيكون ميت من فرحة، وبيقول ان الحصول على مبلغ زي ده كان حاجة سهلة جدا، وبتديله 4 شيكات كل شيك يحتوي على 100,000 وبياخدها. وكمان كاعتذار من قائدتي ليه 50% خصم على اي حاجة تشتريها في حال لو ذهبت للتسوق. وبيفرح تيان وبيبص للكتاب وبينصدم من الاسعار، درع تنين 300,000 ورمح الناب 150,000. وبيقول ان هيشتري الحاجات دي الاول وبتجيبها له، وبتقوله ان المبلغ الكلي كبير بعد ما خصمه 50%، ولكن ممكن ياخد قرض 70,000 لو عايز. وبيقول لها انه مش محتاج، وبيديلها بطاقة فيها 1,000,000. وبيقول من جواه ان من حظه ان الرصيد هيتاخد من رصيد المختال اللي قتله وهو قاتل الظل. وبيشتريها وبيمشي وبيقول ولكن انا مجرد فقير، ايه اللي خلى فضولهم عليا؟ وخلاص كان هيمشي. بتقوله ما تخليك قاعد هنا لفترة اطول، وبيقول ان هي دي فرصته انه يعرف عايزين منه ايه. وبتقول شياو ان قائدتها عايزة تقابلك، وبيضحك تيان وبيقابلها وبتعرف باسمها، واسمها يوي لينج، وبتسلم عليه. واول ما بتسلم عليه بيحصل كهرباء، وبتقول له لوحة البيانات انه قدر ينسخ قدرتها. وبينصدم تيان وبيقول انها من مقر الانهاي، وبيقول لها انه مجرد شاب من العامة وملهوش صلة بالعائلات النبيلة. وبتقول له دلوقتي هفهمك كل حاجة، الهدف من دعوتي ليك هو اني اقدم ليك دعوة الانضمام للجناح القتالي. وبينصدم تيان وبيقول انا انضم للجناح القتالي؟ وبيرد وبيقول الجناح القتالي بتاعكم هو بالنسبة لي قوة عظيمة، وعرفت كده اول ما جيت، وحسب معرفتي فإن القوة العظيمة مش محتاجة أي مقاتلين أقوياء علشان عندها مقاتلين أقوياء كتير، وزي ما انتوا عارفين أنا محارب قتالي مبتدئ. فبترد وتقوله إن السبب اللي بيغلي العشاية بقوتها دي مش علشان محتاجين مقاتلين أقوياء أو موهوبين، بل علشان دايما ما كنت عايزهم على طول كانت أينما لقيتهم. وبيقول تيان إن ده منطقي، وبيكمل وبيقول إنه مش مصدق إن بنت صغيرة تقول الكلام ده. البنت دي هي أحد مالكة أعظم القوى، وهي مش اختي الظريفة، وعمر ما اختي ما كانتش هتقول كده. وبيقول تيان ان دي فرصة عظيمة، ولكن لو انضم المجموعة بيكون الواحد مقيد ولازم يعمل قواعد المجموعة، ولو حد عرف بقوتي فهكون من الميتين اكيد، علشان كده هبقى لوحدي لبعض من الوقت. فبتقول له انت اللي متردد، وبيقول تيان انه من الصعب انه يرفض المرة دي، وبيقول لها انه عايز يعيش حياته بامان ومش عايز اكون زيكم. فبتقول له انه مش لازم يقرر دلوقتي، وانها تصبر عليه وتستنى رأيه. وبعد كده بيروح للأكاديمية وبيقول ايه هو المحارب القتالي وايه هي القدرات. هل فاكرين المحاربين دول مهمتهم الأصلية اللي جوا علشانها؟ مش المفروض المحاربين يكونوا بيحموا الوطن؟ وبنشوف ولاد صغيرين بيلعبوا كورة، وبتيجي الكورة بالغلط للحارس وبيشوط له الكورة. وبيكمل تيان وبيقول طيب ليه بيستمروا في التكبر على الآخرين
والأسوأ من كده إنهم يكونوا أسوأ من الوحش ذات نفسه. وبيدوس الحارس على الكورة وبيفرقعها، والولد الصغير بيعيط وبيضحكوا عليه. وعلى الناحية التانية بيكون تيان واقف فوق السطح وبيقوله إنه عايز يبقى أقوى، وبتقوله لوحة البيانات إن عملية النسخ اكتملت، هل أنت عايز تدمجها مع جسمك؟ وبيقول تيان إنه عايز يبقى أقوى. وبعد كده بيرجع للبيت وبيكون بيلبس، واخته بتكون متفاجئة من اللي قاله وإنه بقى محارب قتالي وبتفرح. وبيقعد على الكنبة وبيقول إن أخته في يوم هتكون محاربة قوية وعظيمة. وبعد كده بتقصله شعره وبيفتكر وهو صغير لما كان بتقصله شعره وبيكون متعور وبتعيط، وبتقول إنها تتمنى لو عندها قوة قنديل البحر والقوة دي تقدر تعالج الناس التانية. وبيكون تيان مش مصدق الكلام ده وإنه كلام في القصص الخيالية بس، وبيقول لها تيان إنه عارف إنها خايفة عليه ولكن ممكن تتحقق أمنيتها لو أيقظ قوته الخارقة. في الوقت ده أنا جاهز إني أقولك إني أوعدك إني أحميكي. وبنرجع للحاضر وبيروح تيان يطلع الكتاب اللي اشتراه وبيدور على الوحش وبيلاقيه في الكتاب، وبيقول انه وحش مائي مفترس مكانه في بركة الموت، لو قدرت انسى قدرته هقدر اعالج نفسي بسهولة في المستقبل، وفي الوقت ده اختي مش هيسيبها اي اذى. وبيكمل وبيقول ان فقط المحارب اللي يقدر يستخدم طريقة الدمج دي اكيد مشكلة تبريد العظام، وبعد كده الدخول في مرحلة متأخرة في تبريد العضلات لنجرب القيام بهذا كبداية. وفعلا بيجرب كده وبينصدم من النتيجة، وبيقول ان مفيش مقارنة حتى لو تضاعفت سرعة امتصاص سرعة التشي لو قارناها مع السابق. وبيمسك ازازة دم وبيشربها وبتضاعف قوته اضعاف المرات، وبيقول هو مصدوم ان زادت قوته 3 أضعاف عن السابق. دي فعلا حاجة عظيمة. انا هستمر في شرب الدماء والتدريب في البيت، ولما تنتهي المدة المتبقية هستعمل قوة النسخ وهروح على بركة الموت على طول. وبتقول له لوحة البيانات ان المدة المتبقية على استكمال مهارة نسخ القدرات 30 يوم، وبيقول تيان انه هيلاقي الاول الوحش قنديل البحر وبعد كده ينسخ مهارة العلاج بتاعته. وبيروح تيان للجناح القتالي وبيقول لشادو انه جه علشان يتسوق مش علشان ينضم، فبتدور له على الخريطة وبتديها له، واول ما بيشوفها بيفرح وبيقول انه هيقدر ينسخ مهارات كتيرة بسبب الخريطة دي، وبيشتريها وبيمشي وبينطلق بأقصى سرعة لبركة الموت وبيوصل، وبتكون منطقة جبلية. وبيقول تيان انه يقدر ينسخ قدرات عظيمة من المكان ده. المناخ الغريب بيخلي الواحد يحس بخطر، ومرة واحدة بيتفاجأ تيان وبيحس ان في قتال قوي جدا وكان في اعصار، وبيقول ان دي فرصته وبيتحرك بسرعة كبيرة وبينط من الجبل وبيوصل للمكان وبيكون في ضوء ساطع. وبيقول تيان هو ايه ده، وبتظهر قوة مرعبة وراجل بيقول لقائد الجناح القتالي انها تحترس وان الوحش قادم، وبيكون تيان في حالة ذهول. وعلى الناحية التانية بيظهر وحش كبير وبيقول الراجل ان مفيش وقت علشان يهربوا، وبينقذ قائدة الجناح من الوحش. وبيقول تيان ان الوحش ده من مستوى مرتفع والمستوى المرتفع ده اقوى حاجة، وتيان بيبقى خايف ومصدوم في نفس الوقت، وبيقول ايه اللي بيجيب وحش مفترس مستوى مرتفع لهنا، والراجل بيبعدها وبيكون خايفة. وبيقول الراجل وهو مصدوم ان الوحوش وراهم، وبيظهر وحش من ورا البنت، وبيقول تيان انهم هيموتوا لو ما اتحركش، وبيتحرك ليهم وبيروح للبنت والوحش بيجي وراها، وبيقول لها الراجل انها تحذر من الوحش وبتنط ليه وبتستخدم قوتها واسمها الفن السري، وبيتحول لون شعرها وكمان بيظهر سلاح وبتفعل المهارة بشكل كامل، وبيجري الوحش ليها وبتنط عليه وبتقدر تقسمه نصين وبتموته، وبتكون لون عينها اتغير اكنها مش هي. وعلى ناحية تانية بيكون تيان بيقاتل الوحش القوي وبيرتفع للهواء وبيستخدم نفس مهارتها وبيقتل الوحش. وبنشوف قائدة الجناح وهي بتقتل في كل الوحوش، حرفيا قوة جبارة. وبيقول تيان انه محارب زيه ملهوش الحق انه يتدخل في قتال زي كده لانها اصلا مش محتاجاه، لو قارناه معاها فانا ما اقدرش اكون عدوها او حتى افكر اقتلها. وبعد كل قتلته من كتر التعب نامت. وبيقول تيان هو ايه الموجود في الصندوق ده، ممكن يكون كنز ولسه كان هيفتحه. بتوقف البنت وبتقوله انه ما يعملش كده وبتنام، وبيقول ان من الافضل انه يلاقي كهف قريب من هنا وبياخدها وبيمشي. وفي الكهف بيقول تيان هي ليه ما صحيتش لحد دلوقتي، وبتصحى من النوم وبيقول لها ان بالصدفة شافها، وبتقول له انت اللي انقذتني وبتشكره على انه انقذها، وبتقول له انه جريء علشان يقدر يجي لبركة الموت لوحده، وبتقول من جواها ان ده النوع اللي عايزاه وانها تعمل مستحيل علشان ينضم للجناح القتالي. وبعد كده بتطلع ازازة وفيها حاجة وبيقول لها انت منين جبتي حاجة زي دي، وبتقول له ان شكله مهتم بالحاجات دي وانها بعد ما تشرب الازازة الشفائية هتقول له كل حاجة.
وبتشرب الازازه وبتعالج نفسها وبتنتهي من العلاج، وبتقول له ان مش كان عايز يعرف المكان اللي جابت منها الحاجات دي، وبتطلع صندوق وبتقول له ان الصندوق البرونسي اكبر من الحقيبه بالرغم، ولسه ما كملتش تيان بيقول لها ان الكيس غرض فضائي، وبتقول له قائده الجناح ايه رايك؟ هل عجبك؟ لو عايز تعرف المزيد لو انضمنت فانا اوعدك باني هاخدك الى المتاجر واعرفك كل حاجه. وبيقول لها انه تعب وهينام دلوقتي. وتاني يوم الصبح بيصحى تيان ومش بيلاقي قائده الجناح، وبيلاقي صندوق فيه 10 دماء وحش و10 بطاقات، كل بطاقه فيها مليون قطعه ذهبيه. وبيقول تيان ان الحاجات دي بقت بتاعته وان الحاجات دي تقدر تخليه ينتقل لعالم النخبه بسهوله. وبيشرب ازازه دم، وبعد 4 شهور بنشوف وحش ميت وازازه دم فاضيه. وتيان بقى قوي جدا وشعره طول وعينه لونها بقى احمر، وبنشوف قوته الجباره اللي ظهرت لاعلى السماء. وبيقول ان دي قوه نخبه المحاربين القتاليين الحقيقيه، وبيلبس الجاكيت وبيقول انه هيبدا يصيد. وبعد كده بنشوف تيان وهو واقف وبيشوف قبور للوحوش، وبيقول تيان ان اكيد اللي عمل كده قائده الجناح هي اللي قتلت كل الوحوش. وبيبص تيان وبيلاقي شمسيه، وبيقول تيان ان الشمسيه دي شافها مع قائده الجناح والراجل لما كانوا بيغوصوا لقاع البحر، وبيمسكها وبتكون في مطره وبيحطها في راسه، وبينصدم ان الميه ما بتجيش عليه وبيفرح لانها عامله جدار حمايه علشان ما تدخلهوش اي ميه. وبيقول انه يقدر يغوص جوه الميه علشان يروح للبركه بكل سهوله، وبينطلق بسرعه للمكان وبينزل الميه. وبيقول ان كمان سرعته تحت الميه ارتفعت لما استخدم الشمسيه، وبيستخدم قوه الظل اللي خدها من قاتل الظل. ومرة واحدة بتظهر لوحة البيانات إن في نمر اخطبوطي رتبة مستواه رفيع. وبيقول تيان وهو متفاجئ المخلوق ده وحش كامل ورتبته متوسطة، وبيروح له تيان وبيطلع سلاحه وبضربة واحدة بيأذيه، وبيضرب الوحش بذيله وبيتفادى تيان الضربة، وبيضربه تاني وتيان بيمسك في ديله وبيقدر ينسخ قوته وبيمشي، ومرة واحدة بيقف وما بيعرفش يتنفس وبيقع. واخيرا بتنجح العملية، وتيان بيقول انه اخيرا قدر يلاقي قوة وحش مستواه مرتفع. وفجأة دم الوحش بيجي على المظلة، وتيان بيتصف في ايده والمظلة بتقع، وبيقول ان المظلة اللي بتعزله عن الماء مش هتقدر تكمل اكتر من كده. ومرة واحدة تيان بيلاقي منظر بيصدمه، حرفيا لوحة البيانات بتقوله على الوحوش اللي قتلها، وبتكون وحوش كتيرة وكلها أقوياء. وبيقول إن في وحوش كتيرة هنا زي قنديل البحر، وإنه خلاص نجح على إنه يحصل على قوة علاجية، وإيده بتكون متصابة. وبيقول إنه دلوقتي هيهرب وبيطلع من المية وبيلاقي وحش قنديل البحر، وبيستخدم قوة السرعة القصوى وبيمشي من المكان وبيروح للكهف وبيقدر يرتاح شوية. وبتقول له لوحة البيانات إنه انتهى من نسخ القدرة العلاجية، هل عايز يدمجها؟ وبيكون حاسس بوجع شديد، وبيقول له إنه اتعود على كده. وبتنجح العملية وبتظهر بيانات تيان قوة النسخ رتبة فوق المتوسطة، السرعة ابتدائية علشان لسه جديدة، السيف رتبة متوسطة، القوة العلاجية رتبة مرتفعة. وبيقول انه هيجرب قوته الجديدة وبيبص لايده، وبيقول ان سيف قنديل البحر مجرد لسعة منه كانت تقدر تقتل اي بشري. وبيجرب قوة العلاج الجديدة وبتتعالج ايده اللي فيها السم بكل سهولة. وبيجرب ايده وبيقول ان مفيش اي اعراض جانبية، ولكن لغاية دلوقتي قوتي بتركز بشكل اقوى على الدفاع اكتر من الهجوم. لو عايز اني اقدر اقاتل الاعداء الاقوياء فانا عايز قوة من نوع هجومي. وبيرجع للبيت وبيشوف الكتاب لو في اي وحش قوي، وبيفتكر وهو صغير انه شاف وحش مفترس مستواه منخفض في الدفاع ولكن في الهجوم معروف بقوته الجبارة، وهو وحش النمل الاسطوري. وبيكون معروف انه بيجي في اسراب، ولو اجتمع عدد كبير من النمل ده على حد حتى لو كان اعظم المحاربين فهيموت اكيد، وانه هيكون هدفه الجديد. وبعد كده بيروح للجناح القتالي وبيقول لشادو انه عايز جسم نملة كاملة، وبتقول له انه خلص وان هما ما معاهمش من النمل ده، ولكن عندهم معلومات عن النمل ده. عائلة لين هي عايزة تعمل تبادل تجاري مع عشيرة متوسطة، ولكن هناك العديد من الوحوش المفترسة وما فيهم النمل ده اللي بتبحث عنه. وبنعرف ان رجالة عائلة مو تم قتلهم، وطبعا احنا عارفين هو مين، وهم شاكين ان العشيرة هي اللي عملت كده. وبعد التحقيق اعتبروا اللي حصل سوء فهم، واتفقوا انهم يكونوا الوسيط اللي بسببهم هتتم المبادلة، وبتديله بطاقة فيها المعلومات اللي يقدر يخليه يروح لهناك وكمان يقدر يشارك، وانه كان في الاصل مبعوث لقائدة الجناح. وفي قصر عائلة لين بيكون تيان واقف وبيقول ان دي حاجة متوقعة من عائلة لين، انهم جهزوا 100 محارب وكلهم اقوياء وانه لازم يحترس. وبيظهر واحد على المسرح واسمه مين غجي، وبيقول انه بيرحب بالكل وبيشكرهم على مشاركتهم في مخطط التصفية. وبيكون ابو مو واقف من وراه هو وزعيم عائلة مو، وبيبص زعيم عائلة مو وابو مو وشكل كده في حاجة، وبيقول تيان انه هيقابلهم قريب وبيكون قصده على عائلة مو. وبس كده، ده كان ملخص حكاية تيان الجزء الثالث. ما تنسوش تشتركوا في القناة، عايزين نوصل 7000 مشترك بعد الفيديو ده على طول، كتقديرا على اني تعبت جدا في الفيديو ده.
وتم تلخيص في الفيديو ده 8 فصول. وما تنسوش تصلوا على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وسلام.